بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سي رابح. ورقة تعريفية على رابح حنفي. رابح حنفي أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية بإعدادية القدس بركان منذ سنة 1987. رئيس جمعية أساتذة التربية البدنية داخل بركان، مدرب جمعية أمل بركان الملاكمة، عضو الهلال الأحمر إقليم بركان يعني بصفة منبه، بطل مغربي في رياضة الملاكمة، كذلك ضمن المنتخب الوطني ما بين سنة 80 و 84. مدرب سابق المنتخب ومدرب في نفس الوقت ديال المنتخب الوطني للكبار والشبان، وكذلك الفئة ديال الإناث ما بين سنة 2003 و 2012. شاركت في جوج دورات أولمبية، يعني الدورة ديال الصين 2008، بكين 2008 ولندن 2012، بالإضافة إلى واحد المجموعة ديال البطولات ديال العالم، يعني تقريبا واحد 5 ديال البطولات ديال العالم، كأس العالم، الألعاب ديال المتوسط، الألعاب الفرنكفونية، بطولات الأحياء، الألعاب العربية، الألعاب يعني واحد المجموعة يعني الكأس الإفريقي. يعني بالمناسبة يعني كنحيي جميع الرياضيين بالمناسبة ديال عيد الأضحى مبارك، لا بالنسبة للرياضيين داخل مدينة بركان العزيزة ولا بصفة عامة يعني المغاربة قاطبة، وكذلك الرياضيين المغاربة أقول بصفة عامة اللي كيتواجدوا خارج أرض الوطن. كنحييهم، كنحيي المبادرة اللي راهم دايرين يعني اتصلوا بها الإخوان الحمد لله. يعني واليوم رحنا في ثالث عيد وانا فرحان، وقال لك ندخلوا معنا في واحد الجروب يعني ديما بركان، والحمد لله ديما كنفتخروا بركان. يعني كبركان انا كنفتخر على كوني يعني ابن مدينه بركان، هو اللي كوني يعني مغربي. والمناسبه لان تكلمنا على الالعاب ديال الاولمبياد، حاليا غادي تنطلق الالعاب ديال الاولمبياد طوكيو. بالمناسبة نتمنى لجميع المغاربة إن شاء الله باش يتوجوا بأحد الميداليات، يعني بالنسبة للرياضات كاملة والملاكمة بصفة خاصة، وتحية للجميع. شكرا خويا سهير، ومرحبا بالأستاذ ديالنا، قامة كبيرة لمدينة بركان، وصراحة يعني رياضي عالمي ومدرب سابق في الملاكمة الوطنية. بارك الله على السي حنفي، ومرحبا بك في الجروب ديال ديما بركان تعاون. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. والله العظيم راني فرحان بتلاقينا مع السي رابح. سي رابح استاذ ديالنا، وكان استاذ ديالي عند السي جيلاني، وديما يبقى استاذ كبير. وبكل صراحه حنا هاد الناس هادو عندنا واحد المفخره كبيره، الناس تاع بركان، وكنتلاقاو بحال واحد العائله، بحال واحد الخوت. راني كيشد انا السي رابح ولا نشوفك انت ولا نشوف السي خالد، هادو هما البراكنه يعني تاع الاصول تاع القدام. وعندنا بركان ما عمره كان تخلاو على هاد البركان هادي. وحتى انا راني كنت بطل المغرب، ولكن انا كنت في رياضه الكاراتيه، وكنا ومازال عندي دائما فخور، وديما كنهزوا داك الاعلام الاورانج تاع بركان، ونبقاو ديما بركان. والسي رابح راه معنا في الجروب، راه معنا في ديما بركان، ومرحبا به، وتبارك الله عليكم وشكرا لكم. تحية للجميع. انا غير نسيت واحد الميدان اخر، لان تقريبا الجيل الحالي تعرفوني غير في الميدان ديال الملاكمه، ولكن نقدر نقول لك الجيل ديال الخمسينات الستينات يعني يعرفوني حتى في كره القدم، لان دزت في جميع المراحل ديال كره القدم. يعني مع نهضة برك يعني 75 فئه ديال 75 فئه ديال الصغار، 77 الفتيان، 78 حتى 82 الفئه ديال الكبار مع نهضة بركان، 82 83 حط لينا الدرجه الثانيه يعني وصيف بطل المغرب، يعني الدرجه الاولى مع نهضة بركان. انا ذاك المغرب الفاسي هو اللي حط الرتبه الاولى وبركان الوصيف. وفي 84 انتقلت واحد المجموعه ديال اللاعبين لشباب بركان. شباب بركان كان لاعب يعني كان القسم الثالث، ولعبنا فيه سنه واحده، واستطاع هذا الفريق باش يصعد للدرجه الثانيه، لان في الثمانينات كان غير الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. يعني الجيل ديال تقريبا ديال اليوم ما يعرفنيش على انني نمارس كره القدم، يعني الحمد لله. هذا غير اضافه. كلمة أخيرة أختم بها. الأخ ديالي كنشكر معنا السي رابح، وصراحة عندنا واحد الفرحة كبيرة اللي تلاقينا معاه، ونبقى
ونبقاو ديما عائله ان شاء الله. وراه معنا في الجروب تبارك الله على الاخوان كاملين ديما بركان 49 وكاع هاد الاخوان اللي هم معنا يعني راهم كيمثلوا من اوروبا، يعني من كل دوله في اوروبا وفي المغرب، الناس الثانيه اللي راهم معنا في المغرب، وتبارك الله عليكم وشكرا.